شوينا الفراخ اهي من غير لا تحمير ولا حاجة، شويناها في الطاسة واخدت لون جميل. وسلقت الرز، واللي ما يعرفش ان هو مسلوق من غير ولا اي مادة دهنية مش هيعرف تماما. ومتواصلين في الاكلات اللي هي الخفيفة الصحية. يمكن نخس شوي. سخني المية بتاعتك يلا وظبطي الملح كده، واول ما تغلي انزلي بالرز بتاعك مغسول ومنقوع شوية كده. انا عاملة كوباية رز يا دوب تقضيني النهاردة وبكرة ان شاء الله لو لينا عمر. بس كده، وغطي عليها وحطي الشياطة، مفيش اقل من 10 دقايق هتكون استوت. والطاسة بتاعتي سخنتها كويس جدا، ونزلت بنقطة سمن بلدي، نقطة زي ما انت شايفة كده. وهنزل بالنص فرخة كده، هتاخد لون جميل وتتشوي وتبقى ريحتها في منتهى الجمال. انتوا عارفين الاول بقى كنت بقعد احمرها في سمن كتير وبتاع، لا خلاص خلاص، يا دوب هي نقطة سمن بس. هنشويها تاخد لون حلو كده من كل ناحية، وبس كده زي الفل. اللهم بارك. شايفة؟ ايوه كده. هنجيب الشوربة بقى اللي رفعتها على النار علشان تغلي تاني. دي شوربة الفراخ، تغلي الاول وبعدين اول ما تغلي هنزل بكمية الملوخية المناسبة للشوربة. اهي غليت اهي. ننزل بقى بالملوخية وقلبيها كده كام تقليبة بالمعلقة، كسريها كده في الشوربة. ويستحسن مضرب علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. طبعا انتوا عارفين الملوخية اول ما بتنزل في الشوربة وهي سخنة بتعمل تكتلات كده على طول. فاحنا ايه، ايوه بالمضرب كده بنفتتها خالص، ما بيبقاش فيها اي تكتلات خالص. وتخليها مناسبة معقولة كده، ولا تقيلة قوي ولا تبقى خفيفة مية. وما تنسيش شوية السكر، يا دوب بتاع نص معلقة صغيرة من السكر كده، بتسكر الملوخية وتخليها جميلة جدا. بس خلاص. واستني عليها بقى تبدأ بس ايه تغلي، تبدأ اوعي تسيبيها لا تغلي ولا تقلب معاك. ماما كانت تقول لي ايه؟ اول ما تبقلل اطفي. فايه ما تستنيش لحد الملوخيه بتاعتك تغلي، عشان بقى ما تسقطش ولا ترقط في القعر ولا حاجه. بس كده زي الفل تمام التمام. انا هطفي بقى كده، وهعمل التقليه بقى في الطاسه الصغنونه كده اللي انا لسه جايباها جديده. قولوا لي مبروك يا ولاد، جبت طاسه للتقليه، انا جايباها صغنونه مخصوص كده للتقليه، جميله قوي عجبتني. عارفين مقاس كام دي؟ مقاس 12. اه والله. بسمن قليل قوي قوي قوي. هنحمرها وتاخد لون جميل كده، ونطش طشتنا احلى طشة ملوخية. كتير يقولوا لي لما بنطش الملوخية ما بتعملش ولا صوت ولا بتطش كده زي الملوخية بتاعتك. ايه السبب؟ بصوا، لازم تكون الملوخية سخنة، وطبعا التقلية بتاعتك سخنة عشان تعمل الطشة الجميلة وتفحفح وتقلب الدنيا كده. بس زي الفل اهي جميلة. ب يعني بسمن قليل جدا جدا جدا، يكاد انه لا يذكر خالص. وما زلنا مستمرين في الاكلات بتاعتنا الخفيفة يا ولاد. بصوا شايفين الفلفلة جميل جدا، بس هعمل تركة صغيرة كده ببوزة سمن. عارفين يعني ايه بوزة؟ بوز المعلقة، يعني نقطة سمن كده هلمع بيها وش الرز، بس تديله لمعة كده و... وريحة جميلة. بس خلاص كده زي الفل جميل جدا. دقته حلو قوي قوي قوي. يلا جربوا الاكلات البسيطة الخفيفة دي، لعل وعسى ان شاء الله ان شاء الله تعمل نتيجة، وان شاء الله نخس بإذن الله. شايفين الحلاوة؟ بصوا الجمال، اللهم بارك. فطكم بعافية.